هل لازم نختال بين الإيمان والتطور؟ خلينا نشوف رؤية مختلفة تماماً للموضوع. الفكرة المنتشرة هي إنه الإيمان والعلم خطان متوازيان لا يلتقيان أبداً. بس السؤال هنا، هل هذا الصراع أساساً موجود في الإسلام؟ يبدو أن القصة لها أصول ثانية. الصراع بين العلم والدين كان في الأساس صراعاً غربياً بسبب احتكار الكنيسة للمعرفة وقتها. يعني فكرة رفض التطور دي هي فكرة مستوردة، مش من صلب التراث الإسلامي. القرآن بيشير لكتابين، كتاب الوحي وكتاب الكون والطبيعة المفتوح، كلاهما آيات للخالق. طيب، كيف ممكن نفهم الخلق بطريقة مختلفة؟ الموضوع يبدأ من كلمة واحدة في القرآن. كلمة كن فيكون دايماً تترجم على إنها خلق لحظي، كن فكان. لكن هل ده المعنى الدقيق؟ لغوياً، الفعل يكون يدل على عملية مستمرة، شيء يدخل في طور التكوين، مش حدث وانتهى. ولو بصينا للطبيعة حوالينا، هل في شيء بيظهر فجأة؟ كل شيء هو عملية نمو وتكون. تمام، نفس المنطق ده ممكن نطبقه على قصة بداية البشرية، قصة آدم وحواء. قصة خلق حواء من ضلع آدم قصة مشهورة جداً، بس هل هي فعلاً من القرآن؟ هنا بيجي مصطلح الإسرائيليات، وهي ببساطة قصص من التراث اليهودي والمسيحي دخلت الثقافة الإسلامية. القصص دي مصدرها نصوص زي التلمود، مش القرآن نفسه، هي مجرد اقتباسات ثقافية. طيب، لو القصص دي مش من القرآن، من هو آدم إذن؟ هنا بتيجي فكرة مهمة. في فرق بين البشر ككائن بيولوجي والإنسان ككائن أخلاقي وواعي. لحظة نفخ الروح مش حدث مادي، لكنها لحظة الانتقال من مجرد بشر إلى إنسان. الروح دي هي اللي بتعطي الوعي والعقل والإرادة الحرة والضمير، يعني الإنسانية نفسها. بالتالي آدم مش بالضرورة أول كائن بيولوجي، لكنه أول إنسان مكلف بالرسالة. الفهم ده بيغير شكل النقاش كله وبيكشف لنا فخ وقع فيه الكثيرون. فكرة إنه لازم نختار بين الخلق والتطور هي فخ، معضلة مش حقيقية أصلاً. لأن الإيمان هو مسألة إيمان بالخالق، أما التطور فهو مسألة معرفة إزاي الخلق حصل. فالتطور هو علم، يا إما نعرفه أو نجهله، هو طريقة لفهم سنة الله في الخلق. يمكن السؤال الحقيقي مش هل الخالق خلق، لكن كيف أبدع الخالق في خلقه؟